انا صار لي بمهنه الصياغه تقريبا من الثمانينات، يعني من انا عمري صغير اشتغلت ويا عمي ويا عده اسطوات يعني بالصياغه بمحابس وجناجيل محمديات حجول بتوت. بس اخير فتره يعني اخير مرحله اشتغلت بها ويا المرحوم استاذي عبود الجواهري الله يرحمه بمهنه صناعه السيوف والنقش على السيوف. بدايه صناعه السيوف اول ما نصنع نصل اللي هو الحديده مال السيف او الخنجر احنا نسميه نصل. وراء صناعه النصل نصنع له المقبض والبرشق اذا سيف، الخنجر ما يراد له برشق. اذا سيف نصنع له المقبض والبرشق، البرشق اكو يجي خامات طبيعيه نشتغله من قرن الجاموس او قرن الغزال، او نوبات يردون من عندنا كهرب، نوبات عظم العاج، نوبات عظم جمل. نكمل القبضه ونكمل البرشق نصنع له للنصل او للسيف قراب خشب. ورا قراب الخشب يبدا نطعم لو جلد لو فضه لو ذهب لو تطعيم احجار ورا ما يكمل الخشب. فانا احب العمل اليدوي، يعني اكو نوبات بالالات الموجوده هسه الحديثه ممكن اكو شغلات نقدر نسحبها بالماكينه ف 20 30 متر خلال 3 4 دقائق. انا النص متر او المتر الواحد اطول بيه 3 ايام اشتغله. فانا احب العمل اليدوي لانه اشوف روحي بيه. متعه بيه؟ طبعا انا من تكمل القطعه واحد يقول لي عاشت ايدك هوايه. تحس بانجاز؟ طبعا. يعني انا من ما عندي يعني ما احب ادخل الماكينه الشغلي ابدا، مستحيل ما احب. يعني اقل قطعه اطول بيها فد 15 يوم الى 20 يوم. هاي الخنجر الصغير. اي اكو قطعه 3 4 اشهر. يعتمد حسب الكبر؟ حسب الكبر وحسب الموديل اللي رايده الزبون او حسب الاوتلاين او حسب التطعيم اللي يريد يطعمه. بس هي اقل مده 15 يوم واكثر. اكو قطعه 3 4 اشهر، اكو قطع 6 اشهر، عندي قطعه مشتغلها سنه ونص. نقول هذا اقدم قطعه موجوده. قطعه موجوده. اي هذا يا سنه سويته تتذكر؟ هذا مو انا مسويه. مو انت؟ هذا عمره لا اني اقصد انت اللي مشتغله. هذا ايش قد عمره؟ خلينا نعرف اول شيء هذا ايش قد عمره؟ هذا يعني يعتبر عمره فد 450 سنه. 450 سنه؟ ايه قطعه نادره، يعني قطعه متحف. هاي قطعه مال متحف واحد اصوغها مو الي. اول قطعه اشتغلتها انت؟ ما عندي، ما موجوده ما موجوده وحتى صورتها ما اتذكر يعني بالثمانينات يعني اول بالنسبه للسيوف، مو بالنسبه للمصوغات المحابس لا بالنسبه للسيوف والخناجر يعني بالثمانينات، نهايه الثمانينات. هاي القطعه صار لها 450 سنه صح؟ بالنسبه للنصل. بالنسبه للنصل انا اتحدث عن النصل. النصل ونوع المعدن يقدر هيك عمره، لانه هذا من الطباعين العالميين يعتبر، لانه هذا من الطباعين العالميين اسمه اسد الله، عمل اسد الله. ابرز الزعماء والملوك اللي اخذوا منك، يعني اذا نحكي عربيا ومحليا. يعني انا اكثر الشخصيات عربيه ودينيه وسياسيه ماخذه مني قطع. يعني لحد قبل فتره السيف الملك سلمان، وقبلها السيف امير الكويت الله يرحمه اللي توفى، محمد بن راشد. يعني ماكو شخصيه تقريبا عربيه ودوليه اذا سياسي واذا شلون نقول سياسي او اسلامي او يعني بالحكومه. وهوايه هم اجانب مشتغل، يعني هوايه عندي قطع وصلت رؤساء دول عرب واجانب. اكو اقتناء يعني بالوقت الحالي من قبل الناس؟ يعني اقتناء يعني هذا يعتبر حضاره، كل واحد يشوفه. يعني كل انسان يمكن حتى اللي ما متمكن يتمنى يخلي في السيف ببيته، لان اصلا من الطب للبيت او اكو اقبال بس نادر، يعني مو اي واحد يفتهم هيش قطعه. والطلب على هيش قطعه بمواصفات معينه حسب يعني طلب الزبون، هم يراد له واحد عنده خبره يكون يعني. ولا اكو سيوف عاديه تتعلق بالدواوين وبالمواكب يخلوها، بس اللي يريد قطعه مميزه يعني لازم مواصفات